دي نيوة وهي في حفلة عيد ميلادها ال18، وبيظهر ان نيوة مش مبسوطة لان نيك حبيبها ما جاش الحفلة. وبالليل بيجي نيك وبتجري عليه نيوة وهي في قمة السعادة، ووقتها نيك بيدي نيوة سلسلة بمناسبة عيد ميلادها، وبتكون مبسوطة بيها وطايرة من الفرحة. وبتشوفها امها رافاييلا وجوزها ليستر، وبيكون واضح ان هم مبسوطين من اللي بيحصل. وفي اليوم اللي بعده بيخرجوا سوا وبيتفسحوا وبيروحوا اماكن كتيرة سوا وبيكونوا مستمتعين بوقتهم. وبالليل نيوة بتحتفل مع زمايلها بتوديع المدرسة الثانوية، وبيكون نيك قاعد مع صاحبه ليون واللي بيبان عليه انه متضايق، وده بسبب انه جينا هتروح الجامعة وهتبعد عنه. وبيكون ليون قلقان ان جينا تسيبه لان هي في الجامعة هتقابل شباب كتير اغنى منه وهتنساه بسرعة. لكن نيك بيكون ليه رأي مختلف وبيفهمه ان دي مجرد تخيلات في دماغه. فبيفكروا ليون ان هما بيشتغلوا وحياتهم مليانة مسؤوليات، وده هيكون ليه تأثير على علاقتهم بين نيوة وجينا وهيخلي في مسافة بينهم. فبيفكر نيوة في كلام ليون وبيظهر ان هو اقتنع بكلامه. وتاني يوم بيروح ليون السجن عشان يزور اخوه لوكا، وبيكون ليون محبط جدا وبيبلغ لوكا ان هو مش هيقدر يكمل في الورشة لوحده، وبيعرفه ان الديون كترت وهو مش هيعرف يسدها وان اسلم حل ان هم يقفلوا الورشة. لكن لوكا بيرفض ان الورشة تتقفل وبيوعده ان هو هيتصرف. وفي نفس الوقت نيوة بتكون خارجة من حفلة التخرج وبتتفاجئ ان امها وجوزها جايبين لها عربية هدية، فبتفرح جدا وبتشكرهم وبتاخد نيك في جولة بالعربية. وبيفاجئها نيك بعدها لما بياخدها وبيروح بيها على بيت فخم جدا، وهناك بيقول لها ان البيت ده هدية ليه من جده. وبيقول لها كمان انه قرر ما يرجعش سان فرانسيسكو ويكمل تدريبه في مكتب ابوه. فبتفرح نيوة بقراره ده لانه هيفضل جنبها ومش هيسيبها، وبتكون عاوزة تعيش معاه في البيت ده اثناء دراستها وما تروحش سكن الطلبة. لكنها بتلاحظ ان نيك بيتوتر لما بيسمع الكلام ده، فهي كمان بتتوتر وبتقول له انها اتسرعت في كلامها وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتروح نيوة مع امها لسكن الجامعة، وهناك بيتفرجوا سوا على الشقة اللي هتسكن فيها نيوة. وبتيجي واحدة ست ومعها بنتها اللي هتسكن مع نيوة في نفس الشقة، وساعتها نيوة بتتعرف على البنت دي وبتعرف ان اسمها بريا. وفي نفس الوقت نيك بيكون في مكتب ابوه وبيتعرف على بنت اسمها صوفيا بتتدرب معاه في نفس المكتب، وبيعرف نيك ان صوفيا دي تبقى بنت وزير العدل شخصيا. وبيقول لهم ليستر ان هما الاتنين هيشتغلوا سوا في قضية مهمة في المكتب. وبنروح لنيوة اللي بتكون رجعت مع امها على البيت، ووقتها رافاييلا بتوري لنيوة صورتها مع نيك وبتقول لها انها لازم تقطع علاقتها بنيك لان ده هيأثر على سمعتها ومستقبلها. لكن نيوة بترفض وبتكون زعلانة لان رافاييلا بتتجسس عليها. لكن رافاييلا بتقول لها ان هي مش بتتجسس عليها وان الصحفيين هم اللي صوروهم سوا، وبتعرفها ان هي وجوزها قدروا يمنعوا الصور دي من النشر. وبتقول لها انها لازم تخاف على سمعتها لان الصحفيين هيطلعوا اشاعات كتيرة عليها، والحل الوحيد انها تبعد عن نيك، خصوصا وان نيك مشهور بعلاقاته النسائية. لكن نيوة ما بتسمعش كلام امها وبتقول لها ان عمرها ما هتسيب نيك لانها بتحبه وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم نيوة بتروح على الشقة اللي هتسكن فيها، لكن بتتفاجئ ان بريا عاملة حفلة وعازمة فيها زمايلها. لكن اول ما بتشوف نيوة بتلغي الحفلة وبتمشي زمايلها من الشقة، وبعدها بتقعد مع نيوة وبتعتذر لها وبتقول لها انها ما كانتش متوقعة انها هتيجي في الوقت ده. وساعتها بيدخل عليهم شاب اسمه مايكل واللي بيكون نسي الجاكيت بتاعه وراجع عشان ياخده. فبتعرفهم بريا على بعض وبتقول لنيوة ان مايكل ساكن في المبنى اللي قدامهم، وبتعرفها ان هو يبقى مستشار الطلبة في الكلية. وبعدها بنشوف نيوة وهي خارجة مع نيك واخته الصغيرة ماجي، وبيكونوا مبسوطين جدا وهم بيلعبوا معاها. وبعد ما بيخلصوا لعب بتيجي انا ام نيك عشان تاخد ماجي، وبعد ما بتركبها العربية بتقرب من نيك عشان تتكلم معاه. لكن نيك بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها تبعد عنه، وبيفكرها انها بقالها سنين ما بتسألش عليه ولا بتهتم بيه، وبيطلب منها ترجع لجوزها الجديد. فبتحاول تقرب منه تاني فبيسيبها وبيمشي. لكن لما بيرجع للبيت بيكون متأثر جدا وبيعيط وبيقول لنيوة انه مش متخيل انه في ام ممكن تسيب ابنها. فبتقرب منه نيوة وبتواسيه وبتحاول تخفف عنه وبتاخده وبيخرجوا سوا عشان تخليه يغير جو. وبيوصلها نيك على شقتها وبيطلع معاها، لكنه بيتصدم لما بيشوف بريا قدامه وبيظهر ان هما الاتنين يعرفوا بعض، لكنهم بيخبوا ده قدام نيوة وبيبان التوتر على ملامح نيك. وبيقرر يمشي وساعتها بيقع منه تليفونه وما بيشوفوش. وفي الطريق للبيت بيكون باله مشغول وبيفكر في حاجة معينة، وفجأة بيلاقي السواق بيديله التليفون وبيقوله ان ليون عاوزه. وبيكتشف ساعتها نيك ان تليفونه مش معاه، لكنه بيرد على ليون وبيطلب منه يروح له بسرعة. فبيروح له نيك عند المكان اللي هو فيه، وبيكون ليون قاعد في عربيته وايده متعورة. وبيعرف نيك ان ليون عور نفسه لما حاول يفتح الطرد اللي بعته له اخوه لوكا، والمشكلة ان هو لقى جوه الطرد ده كمية كبيرة من الممنوعات. فبيلوموا نيك على اللي هو عمله. فبيعرفوا ليون ان هو واخوه عاوزين يسددوا ديون الورشة
العشاء بأي طريقة، وبيطلب منه يروح معاه عشان يسلموا الطرد لأفراد العصابة وياخدوا الفلوس. فبيوافق نيك وبيروح معاه وبيدخلوا عند العصابة، وهناك بيتفاجئ نيك لما بيلاقي نيوا جاية وراهم، فبيعتذر له ليون وبيقوله إن هو ما كانش عارف يوصل له، وإن هو اتصل على نيوا وعرفها باللي حصل. وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا رئيس العصابة، وبيطلع إنه تونو أخو روني اللي خطف نيوا قبل كده وبسببها دخل السجن. وساعتها تونو بيقول لهم إن الطرد اتفتح وناقص منه 100 جرام، وبيكون واضح إن هو بيتلكك وعاوز يعمل معاهم مشكلة، لكن نيك بيقول له إن هو هيدفع له تمن ال 100 جرام عشان مش عاوز مشاكل. فبيوافق تونو وبيبعت معاهم واحد من رجالته عشان يجيبوا الفلوس، لكن ساعتها بتظهر بنت سكرانة وبتطلب من نيك إنه يشرب مشروب ويدفع تمنه، وبيكون معاها صاحبها، وبيبان إن هما بيضايقوا نيك وبيستفزوه عشان يعمل مشكلة. فهنا بتتدخل نيوا وبتدلق المشروب على صاحب البنت دي، وبيتضايق صاحب البنت وبيهجم على نيوا عشان يضربها، لكن نيك بيدافع عنها وبيضربه. ووقتها بتحصل خناقة جامدة جدا في المكان لحد ما بتيجي الشرطة وبتقبض على نيك ونيوا وليون. وتاني يوم بيتصل نيك بصوفيا وبيطلب منها إنها تخرجهم من مركز الشرطة، وبيطلب منها إنها ما تجيبش سيرة قدام أبوه، فبتطمنه وبتوافق إنها تساعده، وفعلا بتقدر صوفيا إنها تخرجهم. وبنشوف نيك في العربية مع نيوا، وما بيكونش عاجب نيوا إن نيك اشترك مع ليون في تجارة الممنوعات، لكن نيك بيقول لها إنه ما كانش يعرف، وإن ليون فاجئه باللي هو عمله. وفي اليوم اللي بعده بتتفاجئ نيوا بزيارة أنا ليها، وبتقول لها أنا إنها عاوزاها تساعدها عشان تقرب من نيك، وبتعرفها إنها ما بعدتش عن نيك بإرادتها، لكن نيوا بترفض تسمعها وبتقول لها تمشي. فبتديها أنا الكارت بتاعها عشان لو حبت تعرف الحقيقة تتصل بيها. وبعدها نيوا بتروح البيت عشان تجيب باقي حاجتها، لكنها بتتفاجئ إن أمها وجوزها عازمين صوفيا وعيلتها على العشاء. فبتتضايق نيوا لما بتشوف نيك واقف مع صوفيا وبيتكلموا سوا، وبتروح لها صوفيا عشان تسلم عليها، لكن نيوا بتضايقها بالكلام. وبيجي وقت العشاء وبيكونوا كلهم قاعدين يتكلموا ويهزروا سوا، وبتكون نيوا قاعدة متضايقة وغيرانة بسبب إن صوفيا بتقرب من نيك بطريقة ملفتة للنظر. وبيسأل أبو صوفيا نيوا عن أخبارها في الجامعة، فبتفاجئ الكل وبتقول لهم إن نيك عرض عليها إنها تعيش معاه في بيت جده بدل ما تقعد في السكن الجامعي، وهي وافقت. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. فبتعتذر رافاييلا لعائلة صوفيا على اللي عملته بنتها، وبتقول لهم إنها متضايقة لأن اليوم ده هو ذكرى وفاة أبوها. ولما نيك بيسمع كده بيروح على المقابر على طول، وبيلاقي نيوا قاعدة قدام قبر أبوها. وساعتها نيوا بتقول لنيك إنه هو لو مخبي عنها حاجة يا ريت يقول لها، وده لأنها مش هتسمح له يكذب عليها ويخدعها مهما حصل. فبيقول لها نيك إنه مفيش حاجة هو مخبيها عنها، وبيعرفها إن هم عزموا صوفيا وعيلتها كنوع من رد الجميل لأنها خرجتهم من قسم الشرطة. لكن نيوا بتكون متعصبة وبترفض تسمع باقي كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيظهر إن نيوا اتصلت بأنا وطلبت منها تيجي على المكتب، وبيكون البيت فاضي ومفيهوش حد. وساعتها أنا بتوصف لنيوا مكان سري جوه درج مكتب ليستر، وبتلاقي نيوا ملف قضية وصاية أنا على نيك. فبتقول لها أنا إن جد نيك منعها إنها تاخد وصاية على ابنها عشان هو ليه علاقات ونفوذ على القضاء. وبتعرفها إن أمها كانت على علاقة بليستر أثناء ما هي كانت متجوزاه، وهي لما عرفت بكده قررت تخونه زي ما هو خانها، وده السبب اللي خلى ليستر يطلقها. وبتتصدم نيوا لما بتشوف صور أمها مع ليستر، وبتستغل أنا انشغال نيوا بالملف، وبتروح الحمام وبتاخد فرشة أسنان ليستر من غير ما نيوا تحس بيها. وبالليل نيك ونيوا بيتعشوا سوا في المطعم، وبتتفاجئ نيوا لما بتعرف إن نيك هيسافر لندن مع صوفيا عشان هيشتغلوا سوا في قضية تبع المكتب. فبتتضايق نيوا لكنها ما بتبينش قدام نيك، وبتتمنى له التوفيق في شغله. فبيوعدها نيك إنه مش هيتأخر عليها، وبيطلب منها تقعد في بيت جده لحد ما هو يرجع. ولما بيسافر نيك بيقابل جده وبيسأله عن اللي حصل لبريا، وبنعرف هنا إن نيك كان في علاقة مع بريا وعملوا حادثة عربية، وبريا اتصابت إصابات شديدة وفضلت فترة طويلة في المستشفى. ووقتها جد نيك طلب من نيك إنه يختفي ويبعد تماما عشان الصحافة ممكن تعمل لهم فضيحة. فبيقول الجد لنيك إن بريا جات لها صدمة وإن هي دخلت مصحة نفسية وقعدت فيها سنتين. وبعد أيام صوفيا بتكون مع نيك وبتجيلها رسالة بتعرف منها إن هم كسبوا القضية، فبيفرح نيك وبيحضن صوفيا وبيحتفلوا سوا بنجاحهم. وفي اللحظة دي بيظهر إن في مصور بيراقبهم وبيصورهم سوا. وفي اليوم اللي بعده نيوا بتكون سهرانة مع بريا ومايكل في شقتها، وبيفضلوا يشربوا لحد ما بريا بتتعب وبتدخل تنام. فبيحاول مايكل يستغل الفرصة ويقرب من نيوا، لكنها بتصده وبتقوله إنها عاوزة تنام وبتوصله لحد باب الشقة. ووقتها بيشوفهم نيك اللي بيكون لسه راجع من لندن، وبيتخانق نيك مع نيوا لأنها سهرت مع مايكل. فبتقوله نيوا إن الأفضل ليهم إن هم ينفصلوا فترة، وده عشان يعيدوا التفكير في علاقتهم. فبيديها نيك مهلة أسبوع عشان تفكر، وبيقول لها إن هم هيتكلموا في حفلة الشركة اللي بتتعمل كل سنة، واللي بيصادف إن ميعادها بعد أسبوع من اليوم ده. وبتمر الأيام وكل واحد فيهم بيعيش حياته بشكل طبيعي، لحد ما في يوم نيك بيقابل ليون وبيعرف منه إنه هو هيشارك في سباق سيارات
اعتقاد غير شرعي لأنه محتاج فلوس عشان يسدد ديون الورشة. فبيرفض نيك وبيقول له إنه مستعد يديله الفلوس اللي هو عاوزها لكن بلاش يشارك في السباق ده. لكن ليون بيقول لنيك إن روني اللي خطف نيوا قبل كده خرج من السجن وهيشارك في السباق، وساعتها بيغير نيك رأيه وبيوافق لأنه عاوز ينتقم من روني ويدفعه تمن اللي عمله مع نيوا. لكن المشكلة إن السباق هيكون في نفس اليوم بتاع الحفلة، فبيفهموا ليون إن السباق هيخلص قبل الحفلة وإن هم هيشاركوا في السباق الأول وبعدها هيحضروا الحفلة بشكل طبيعي. وفي يوم السباق بيقف نيك قدام روني وبيكونوا على وشك إنهم يتخانقوا سوا، ووقتها بيتصدم نيك لما بيلاقي نيوا داخلة عليهم وبيعرف إنها هتشارك في السباق معاهم. وكمان بيعرف نيك إن جينا صاحبة نيوا عرفت بالصدفة إنهم هيشاركوا في السباق وبلغتها. وأول ما بيبدأ السباق بتظهر بريا وبتبلغ الشرطة، وبيتفاجئ نيك ونيوا إن عربية الشرطة بتقطع عليهم الطريق، فبيتحدوا سوا وبيحشروا عربية روني بين عربياتهم وبيجبروا إنه هو يخبط في عربية الشرطة وعربيته بتتقلب والشرطة بتقبض عليه. وبعدها بيقفوا عند خط النهاية وبيستنوا ليون لحد ما بيجي وبيعدي من خط النهاية وبيفوز بالسباق، وبيهربوا كلهم قبل ما تيجي باقي عربيات الشرطة وتهجم عليهم. وبعدها بيرجعوا على الحفلة وبيتفاجئ نيك إن نيوا عارفة بقصته مع بريا، فبيقول لها إن هو كان يعرف بريا قبل ما يعرفها هي، وإن هو بعد الحادثة ما عرفش عن بريا أي حاجة لأنها اختفت فجأة. وبيطلب منها تقول له قرارها بخصوص علاقتهم، فبتقول له إنها هتعرفه بقرارها في آخر الحفلة. وبيتفاجئ نيك بعدها لما بيلاقي أمه داخلة عليه هو وعيلته وبتطلب من أبوه إن هم يتكلموا سوا، فبيخرجوا كلهم وبيروحوا على الحديقة عشان محدش يسمعهم. وساعتها أنا بتحكي كل حاجة قدام نيك وبتعرفه بخيانة أبوه ليها مع رافاييلا أثناء جوازهم، وبتعرفه كمان إن جده هو اللي منعها من إنها تكون وصية عليه. وبعدها بتطلع ظرف فيه تحليل حمض نووي، والتحليل ده بيثبت إن الإستر يبقى أبو بنتها ماجي. وبتقول لنيك إن أبوه منعها تشوفه بسبب إن هو اتهمها بالخيانة وإن ماجي مش بنته. فبيتصدم نيك وبيسألها هي إزاي قدرت توصل للحمض النووي بتاع أبوه، فبتطلع له الفرشة اللي خدتها من الحمام. وهنا نيوا بتقول لنيك إن هي اللي ساعدت أمه عشان تدخل البيت لكن ما كانتش تعرف إنها سرقت الفرشة. وساعتها بيتعصب نيك وبيسيبها وبيمشي، فبتروح وراه وبتقول له إنها حاولت تساعده وتعرفه الحقيقة، لكن نيك بيقول لها إن هي خدعته ودمرت حياته. وبيسيبها وبيروح لصوفيا وبيبوسها قدامها وبياخدها وبيمشي وبيسيب نيوا وهي منهارة وبتبكي. لكن ليون بيروح ورا نيك وبيركب معاه العربية بدل صوفيا، ووقتها ليون بيقول له إنه غلطان في اللي هو عمله وبيعرفه إن نيوا عملت كده عشان مصلحته، وبيطلب منه يراجع نفسه قبل ما يغلط غلطة هيندم عليها عمره كله. وفي الحفلة بنلاقي بريا بتقرب من نيوا وبتوريها صورة نيك وصوفيا وهم في لندن، وبتقول لها في ودانها إنه نيك ما يستاهلش دموعها، وفي الوقت ده بتسرق منها مفاتيحها. وبعدها بيرجع نيك على الحفلة، وده بعد ما اقتنع بكلام ليون وقرر إن هو يصالح نيوا ويعتذر لها، لكنه بيلاقي بريا قدامه فبيلومها عشان حكت قصتهم لنيوا، فبتقوله إن هي هتدفعه تمن اللي هو عمله معاها. وبتعرفه إن هي كانت حامل منه وإنهم في المستشفى فهموها إنها خسرت طفلها في الحادثة، لكنها اكتشفت إن هم اللي أجهضوها أثناء العلاج. وبتقوله إن جده هو اللي عمل كده فيها لأنه صاحب المستشفى، فبيعتذر لها نيك وبيقول لها إنه ما كانش يعرف أي حاجة من اللي هي بتقوله. لكن بريا بتقوله إن اعتذاره ليها مش كافي، لكن نيك بيتجاهل كلامها وبيسألها عن نيوا، فبتقوله إنها راحت شقتها. فبيركب نيك عربيته وبيروح ورا نيوا، ولما بيوصل للشقة بيفضل يخبط ومحدش بيفتح، فبيكسر الباب وبيدخل يدور على نيوا لكنه ما بيلاقيهاش. وبتكون وقتها في شقة مايكل لأنها اكتشفت إن المفاتيح مش معاها، فبيديها مايكل فوطة عشان تنشف بيها نفسها من المية، وبعدها بيقرب منها. لكن نيوا بعدها بتحس بالندم بسبب اللي هي عملته وبتقرر إنها تسيب مايكل وتمشي، فبيديها مايكل جاكيت من بتوعه عشان تلبسه لأن الفستان بتاعها لسه مبلول. وبعدها بتنزل نيوا من شقة مايكل وهي حزينة، وبتلاقي نيك قاعد مستنيها في الشارع، وأول ما بيشوف منظرها بيستنتج إنها قربت من مايكل وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده نيوا بتروح للمقابر وبتقعد عند قبر أبوها، وبتلاقي نيك كاتب لها رسالة على القبر وبيقول لها إنه هيفضل جنبها ومش هيسيبها لآخر يوم في عمره. والرسالة دي طبعا هو كان كاتبها قبل اللي حصل، لكنها بتتضايق وبتمشي من المكان وهي محبطة. وبس كده بيخلص الفيلم.